يعني فيه الباحث عدنان القاضي إيه؟ عنده كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة فلكية. في نتيجة خطيرة قالها أنا بس أشاورك فيها وتشوف أنت وش رأيك فيها. يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال وذي الحجة من الأعوام من 1380 إلى العام اللي أنت تقوله 1430 1429 يعني تقريبا قعد 50 سنة الرجل في المملكة. الدراسة يعني وكان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته ل 32 سنة من السنوات المتضمنة الفترة المذكورة، رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات 32 تحت يعني رؤية خاطئة لا يمكن نشوف 32. معقولة الكلام اللي يقوله؟ تتفق معه؟ قبل عدنان القاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة، يعني 65 سنة. أنت 65 سنة؟ أنا دراستي 65 سنة. 65 سنة 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحالة. عد لي المعلومة. 38 سنة أو 38 حالة لدخول رمضان، و38 حالة لدخول شوال، و37 حالة لدخول شهر ذي الحجة قبلت الشهادة والقمر غير موجود البتة على الأفق. طيب شو شايفين الناس هذول؟